اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. يلا بينا نبدا. يلا بينا. بتنور صفحات التاريخ شخصيات بارزه جدا اثرت في الدنيا بحالها وللعالم عايش عليهم وبينتفع بعلمهم لحد النهارده، ودول ناس عكفوا على العلم والدين والجهاد وضعوها في اغلى الكتب دي اللي بتكون مبادئ اساسيه لكل واحد عايز يسعى للنجاح وعايز يعرف المعلومه دي. اتحفرت اسمائهم في التاريخ عشان يكونوا القدوه الصالحه اللي الشباب بيبص ليها ويقول لك انا عايز ابقى زيهم، مش على مر زمن واحد وخلاص، لا ده على مر الزمان واي مكان. افضل تلك الشخصيات العربيه اللي اثروا في التاريخ طبعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين. فتعالوا كده نعرف مين هم الشخصيات المؤثره ونتعرف عليهم، ويمكن في ناس كتير قوي من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ما يعرفوش هم مين. اول واحد هو الامام الشافعي، هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي. ايوه صح، وده احد الائمه الاربعه المشهورين جدا 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 في مذهب اهل السنه والجماعه. اتولد بغزه في فلسطين، اتربى في مكه، ثم بعد كده راح بغداد لحد ما جه وزار مصر. سبحان الله، كانت الزياره دي زياره اقامه، بحيث ان هو من اول ما زار مصر هو فضل فيها لحد ما توفاه الله. كان الامام الشافعي رحمه الله شاعر واديب وفقيه. ده مش بس كده، لا ده اشتهر بذكائه المفرط. كانت بدايته في الافتاء في سن ال20. ساب كتير قوي من المؤلفات، او زي ما بيقولوا كده الذخائر اللي هي في الحرب، لا ساب ذخائر في الكتب زي المسند في الحديث، احكام القران، الرساله في اصول الفقه، اختلاف الحديث، وغيرها من المؤلفات العظيمه. ننتقل لتاني شخصيه معانا وهي هارون الرشيد. احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو عن الحكايه اللي حصلت مع هارون الرشيد والملك شارلمان، وحكيناها بكل التفصيل. لو ما شفتهاش ممكن تشوفها في الايو هنا. هارون الرشيد هو خامس الخلفاء العباسيين، اتربى في دار الخلافه في بغداد، اتولى الخلافه بعد وفاه اخوه، وده كانت سنه 170 من الهجره. صارت الدوله العباسيه في عهده بازدهارها، وكان هارون الرشيد اديب وعالم في الفقه، مش بس الفقه لا ده كمان الحديث، وكان متواضع جدا. متواضع وكان مصاحب معاه حزم شديد، وكان القصر بتاعه عباره عن ساحه لاجتماع الشعراء والكتاب والادباء وغيرهم من الناس اللي عندها علم فعلا. استمر حكمه تقريبا لمده 23 سنه لحد ما توفى رحمه الله في احدى قرى طوب. ومعانا ثالث شخصيه هو المظفر قطز. طبعا في ناس كتير هتكون عرفت الاسم ده بسبب انها درسته في الدراسات، وعلى ايامي اعتقد كنا بندرسه في الدراسات الاجتماعيه، بس مش مهم، هنتكلم عنه برضو النهارده في نبذه مختصره. وهو ثالث الملوك الاتراك المماليك في مصر، وبدا حياته مملوك لعز الدين ايبك، ايوه هو التركماني. بعد كده تدرج في عساكر الجيش لحد ما وصل لمركز معين وخلعه واستولى على العرش. بعد كده راح عشان يقتل التتار بعد ما استولوا على بغداد، ومش بس بغداد، لا استولوا على دمشق. مش بس كده، طب انتوا خدتوا بغداد ودمشق، لا ده هددوا كمان ان هم ياخدوا مصر، ولكنه قاتلهم في عين جالوت الفلسطينيه الحبيبه وطردهم حتى بيسان ودخل دمشق، لكن اتقتل في طريقه وهو راجع، وكان راجع للقاهره، وده كان على ايد بيبرس ورجالته. 4 معانا الاسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ابن ابي بكر الخضيري الاسيوطي، امام ومؤرخ واديب، وضع حوالي تقريبا من 600 مصنف من الكتب الصغيرة والرسالات الكبيرة. اعتزل الناس عند بلوغه سن ال40، وهنا بقى ألف أغلبية كتبه. لقب بابن الكتب، وضع كتير قوي من المؤلفات زي الأحاديث المنفية، الإتقان في علوم القرآن، الأشباه والنظائر، الألفية في النحو، والألفية في الحديث. معنا في المركز الخامس الإمام البخاري، هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله المعروف بحبر الإسلام، حافظ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا كلنا عارفين إن هو وضع الجامع الصحيح، وطبعا كلنا عارفين انه وضع كتاب الجامع الصحيح واللي معروف بصحيح البخاري. الفكره ان هو قام برحله طويله جدا جدا عشان يقدر يجمع الاحاديث دي، بيجمعها بقى من العراق ومن مصر الشام، ده لدرجه ان هو استمع ل1000 شيخ عشان يجمع 1000 حديث، اختار منها اللي كان واثق من روايته واسناده، وكان الكتاب الاول من نوعه في الاسلام. عاش في المدينه اللي اتلقب بيها الامام البخاري لحد ما خرج عليه جماعه من الناس، فاضطر ان هو ينقل من مكان لمكان تاني لحد ما توفى في احدى القرى. ومن مؤلفاته ايضا سنن ابي داود والترمذي وسنن ابن ماجه والنسائي. بس كده نكون خدنا 5 شخصيات من الشخصيات العربيه المؤثره. ان شاء الله في الجزء الثاني هنجيب ال5 التانيين وهنتكلم عنهم، بس عشان الفيديو ما يطولش لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمني بلايك. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.